السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن برجر الفراخ. صدور الفراخ يا جماعة مش بس للبنيه، نوعي وغيري وسعيدي عيلتك، اعملي لولادك احلى سندوتش برجر بايدك في البيت. كل البيت هينبهر بيه. فرحيهم وحافظي على صحتهم من الفاست فود الجاهز والمواد الحافظة. لو جربتوا الطريقة دي يا جماعة محدش ابدا هيصدق انه بيتي، بالعكس حاجة احلى من الجاهز واضمن بدون اي مواد حافظة خالص. وهقولك ازاي يكون البرجر يطلع معاكي متماسك وما يفكش منك ولا يكش ولا يلزق خالص في الجريل. من النهاردة يا جماعة هتودعوا البرجر الجاهز. الطريقة بجد سهلة جدا، احلى طريقة ممكن تجربوها وسريعة، مش هتاخد مننا اي وقت خالص. وهقول لكم على السر اللي هيخلي البرجر يطلع معاكم طري طري جدا، مش ناشف، وفي نفس الوقت متماسك، مش هيفك منكم ولا يلزق في ايديكم وانتوا بتشكلوه. كمان احنا هنعمل نوعين، نوع على الجريل ونوع كريسبي. زي ما انتوا شايفين في الصورة انا عملت جزء كريسبي مقرمش وجزء تاني على الجريل. ودلعي عيلتك بقى واعملي لهم احلى اكل مطاعم في البيت بايديكي الحلوة. تابعوني وانتوا تعرفوا الطريقة. اول حاجة معايا هنا كيلو صدور فراخ. هقطعها لقطع متوسطة علشان هبدأ احطها في الكبة او محضرة الطعام. انا استخدمت الصدور لانها بتبقى افضل واحسن في البرجر عن الوراك، وكمان بتبقى اسهل الصدور في الفرم عن الوراك. يعني لو انا هفرمها في الكبة او محضرة الطعام بتبقى اسهل بكتير من الوراك في الفرم، غير ان اللحم بتاعها بيكون متماسك عن الوراك. انا هنا خلصت الكمية كلها، هبدأ اضيفها في المحضرة بتاع الطعام واجهز قطع ليا هضيفها ليها، ودي بتديها طراوة. لو مش متوفر قطع ليا ممكن تضيفوا اي قطع دهون، يعني دهون ملبسة. بعد كده هضيف بصلة صغيرة، ودي بقى بواقي عيش فينو، القلب بتاع العيش الفينو، بتاع حوالي رغيف مثلا، مش اكتر من كده. وهضيف بقى البهارات، معلقة بابريكا ومعلقة فلفل اسود، وهضيف معلقة بهارات فراخ جاهزة من اي سوبر ماركت او من اي عطار، وهضيف معلقة ملح. وبعد كده هضيف بهارات برجر جاهزة، دي ممكن تتجاب من عند اي عطار او جاهزة مثلا من عند اي سوبر ماركت. لو انتوا مش حابين طعم الليا انتوا ممكن تستغنوا عنها، ممكن تستبدلوها بقطعة زبدة او معلقتين سمنة بلدي. المهم ان هي اي مادة دهنية تدي طراوة. لو هي مش متوفرة او انتوا مش حابين طعمها مفيش مشكلة، ممكن تستبدلوها باي حاجة تاني. انا هنا هضيف زيت زيتون علشان يساعد ان اللحم الصدور يلف كويس جوه الكبة ويتفرم كويس. وده شكله بعد ما اتفرم العجينة متماسكة وجميلة جدا. هجيب المكبس بتاع البرجر وهحط فيه كيس وهحط له زيت وادهنه علشان ما يلزقش البرجر في المكبس. مهم جدا ان انتوا تتبعوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها علشان تاخدوا نتيجة كويسة. كمان الكيس احنا هنضيف جزء منه او زي ما انتوا هتشوفوا معايا تحت غطا المكبس، يعني الكيس يبقى عازل تحت غطا المكبس، وعازل برضو في من تحت علشان البرجر، او زي ما انتوا شايفين انا غطيت القطعة اللي انا حطيتها مثلا بالكيس علشان الغطا بتاعه ما يلزقش في البرجر. فدي حاجة مهمة برضو يا جماعة، خلوا بالكم منها. كده هتبدأ تتشكل معايا برجر لحجم متوسط، الحجم بتاعه كويس كده قوي اللي هو الحجم المكبس ده، هيطلع معايا كمان كمية كويسة جدا. هنكرر برضو نفس الخطوات، ناخد قطعة ونضيفها في المكبس ولحد ما نخلص الكمية كلها. وزي ما انتوا شايفين شكل حجم البرجراية، واخدة كمان الشكل اللي هو المدرج ده، شكلها حلو قوي. فبجد زي ما انتوا شايفين حاجة في البيت مضمونة ونضيفة
وانتوا عارفين مكونات البرجر ايه، والمعروف ان هو انتوا يعني عاملينه بايديكم. حاجة فاخرة بصراحة، لما تجربوه وتعملوها هتعجبكم اوي الطريقة. انا بقى عايزة اعمل حبة كرانشي شوية او كريسبي، فانا جبت كوباية لبن صغيرة، وضفت لها توم باودر وبابريكا مدخنة وحبة ملح ومعلقتين دقيق، وهبدأ اقلبهم كويس. وهاخد بقى البرجر واضيفه في الخليط السائل ده، وبعد كده هضيفه في البقسماط الكرانشي، ودي بتتباع جاهزة او هتلاقوها عند اي عطار، اللي هي الشكل الكريسبي ده. دي بقسماط كرانشي بتدي طعم حلو قوي، عشان في ولاد بتحب البرجر اللي هو الكرانشي ده، بيبقى برضو ايه تغيير عن اللي هو المشوي او اللي هو المعمول على جريل. طبعا الحبة الكرانشي اللي هنعملهم دول هينزلوا في زيت، هيبقوا مقليين. لكن السادة اللي احنا مش هنعمله كرانشي ده هنضيفه على الجريل. يعني بيبقى بحس ان هو بيبقى خفيف افضل من اللي هو بيبقى بزيت، ده بالنسبة لي. هبدأ اكرر نفس الخطوات في كل واحدة، اضيفها في الخليط السائل، وبعد كده اضيفها في البقسماط الكرانشي لحد ما اخلص الكمية اللي انا هعملها كلها. وهبدأ اقليهم في زيت غزير، ويكون الزيت سخن، والنار تبقى متوسطة علشان ما البقسماط الكرانش دي ما تتحرقش مننا، ويكون البرجر لسه مستويش. فاحنا نخلي بالنا قوي من درجة الحرارة بتاعة النار، ونركز معاهم علشان ما يتحرقوش مننا. كمان احنا ما استخدمناش اي بيض خالص في الوصفة دي يا جماعة. فهي بصراحة وصفة اقتصادية، يعني الكرانش دول ما استخدمناش ليهم بيض، ومع ذلك كان متماسك، والبقسماط الكرانشي لازقة وما فكتش ولا حاجة. بالنسبة بقى للحبة اللي انا هعملهم على الجريل، انا جبت جريل ودهنتها زيت، وهبدأ اضيف فيها البرجر. بس اهم حاجة ان احنا ما نحاولش نخلي الكمية تبقى كتير في الجريل، ولا تبقى لازقة في بعضها علشان تاخد راحتها في التسوية. برضو النار تبقى هادية، ما تبقاش النار عالية قوي علشان ما يتلسعش مننا. وما نحاولش نقلبهم الا لما نحس ان هو اخد لون من تحت، وبدأ لونه يتغير، لان ده لو احنا حاولنا نقلبهم او نحركهم هيبدأوا يفكوا ونلاقي البرجر لسه ما تمسكش، ولا يعني العجينة بتاعة البرجر تمسكت خالص ولا اي حاجة، فتبدأ تتكسر وتفك مننا. فنخلي بالنا علشان تطلع معانا الواحدة بوحدتها سليمة. ما تحاولوش خالص تستعجلوا ان انتوا تقلبوه، سيبوه ياخد راحته. زي ما انتوا شايفين انا سايباه على راحته خالص، لان دي برضو حاجة مهمة، لان في ناس بتشتكي مثلا ان البرجر بيلزق معاها او بيتكسر منها. انتوا هتشوفوا دلوقتي ان احنا هيطلع معانا البرجر سليم ومش متكسر ولا لازق. انا ضفت هنا بصلة متقطعة شرايح، هشوحها مع البرجر لحد ما تاخد اللون الكراميل او وتدبل كده، لان ده هيدي طعم حلو قوي للبرجر وهو بيتشوى كده على الجريل. كمان هضيفه في السندوتشات، هضيف البصل ده مع البرجر في السندوتشات، بيدي برضو طعم حلو على طريقة المطاعم. زي ما انتوا شايفين انا هنا هبدأ اقلبه كده، اخد اللون التمام المظبوط واستوى من على الجنب ده. هنسيبه برضو ياخد راحته في التسوية من على الجنب التاني لحد ما يطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا هنا طبعا جهزت لساندوتشات خيار مخلل وخس كابوتشا وشرايح طماطم، طبعا معاهم البصل اللي احنا كرملناه مع شرايح البرجر على طريقة المطاعم. بقى نعمل احلى ساندوتشات. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم.
ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تتابعوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة.